قلت يا أقصى سلاما، قال هل عاد صلاح. قلت لا إني حبيب يرتجي منك السماح. قال والدمع يفيض، هدني طعن الرماح، هدني ظلم اليهود والثرى أضحى مباح. قدسنا أمست تنادي صوتها عم البطاح. من تراه سوف ياتي حاملا طهر الوشاح، حاملا طهر الوشاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى متابعين في الدنيا، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني كتير كتير من آخر فيديو كنا فيه مع بعض. بشكركم على دعمكم ليا، شكرا جزيلا. ما تنسوش تدعوا لإخواتنا في فلسطين والسودان، ربنا ينصرهم نصرا عزيزا مباركا من عنده، اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين في كل مكان. يلا بينا بسرعة ندخل على الفيديو الجميل بتاعنا. النهاردة معنا طريقة عمل الكماج أو الفلاحي أو البكاكين. معانا 5 كيلو دقيق، معانا 2 كيلو لبن، معانا حوالي نص ازازة زيت أو كوباية ونص زيت بالمج العادي، معانا كيس سمنة، ومعانا سمسم، معانا معلقة سكر، معلقة ملح، معانا خميرة. وبنحط كل ده في العجان وبنقلبه على بعض. طبعا اللبن لازم يا حبايبي يكون معانا سخن، اللي هو زي دمع العين كده. حابة تحطي الخميرة مع اللبن مع الزيت وتقلبيه مع معلقة سكر وتقلبيهم، تعملي تربي الخميرة أو تعملها اختبار إن هي تخلي العجين معاكي ناعم ومفتح وكويس، مفيش مانع. حابة تحطي المكونات على بعضها في العجان برضو مفيش مانع وبدي نفس النتيجة. حطينا كل مكوناتنا على بعضها في العجان وبندي للعجان فرصة إنه يعجن. عايزة أقول لكم إن طريقة عجن الكماك لازم يتعجن كويس جدا وياخد وقته في العجين وفي الخمر. هنا بعد ما طلع من العجان برضو أنا لازم أحط إيدي فيه وأقعد ألت وأعجن فيه شوية كده محترمين عشان العجينة تفتح وتنعم معايا. طبعا يا حبايبي العجينة في الشتاء لازم تكون إن هي إيه سايبة شوية، أو إن هي تكون مش جامدة زي عجينة الصيف، لأن الصيف مع ارتفاع درجة الحرارة بتخلي العجين والخميرة بتخلي العجين تسيب في الصيف. لكن في الشتاء طبعا العجينة بتبقى ساقعة وما بيبقاش وفين وفين عما بتخمر، يعني احنا لازم ندفيها كويس عشان تخمر. عشان كده عجينة الشتاء لازم تكون طرية، لكن عجينة الصيف لازم تمسكيها شوية، تملكيها تبقى ناشفة شوية. حبيت أقولك النصايح دي. هنا خلاص بعد ما سيبنا العجين يخمر وياخد وقته في الطبق ودفيناه كويس، هنقطعه بقى، وان احنا نقطعه نكوره كور كده، وبعد كده برضو نسيبها ترتاح، الكور دي ترتاح، وبعد كده ان احنا هنبدأ نشتغل فيه ان شاء الله على المكان. ما تنسينيش في اللايك يا عسلية بقى، فضلا وليس امرا. عايزه اعرف رايكم في الكومنتات في الفيديو، رايكم ايه يهمنا. عايزه اقول لكم كمان ان احنا كنا بنعمل هنا بالليل. طبعا كنا واضح خالص. طبعا انا بصور والله العظيم في اضاءه التليفون، كنت بصور اسفه، بصور بالكاميرا العكسيه وفاتحه الفلاش بتاع التليفون. كنت بصور به هنا باين خالص يعني. بعتذر طبعا عن الصوره وعن الاضاءه. طبعا اللي خلّانا نعمل متأخّر كده اللي إحنا ما كانش عندنا للأمانة ما كانش عندنا عيش، فقُلنا نعمل الكميّتين دول نمشّي بيهم. يوم الجمعة إحنا ما بناخدش عيش أصلًا، لإن وكمان آخر 3 أيام في الشهر ما بناخدش عيش، لإن إحنا بنسيب البطايق في الفرن. وإيه، بنسيب الفرن حوالي 4 أو 5 أيام. طب آخر الشهر إحنا ما بناخدوش، ويوم الجمعة من كل أسبوع إحنا ما بناخدوش، مقابل إن البطايق تبقى في الفرن. لازم هما ياخدوا عيش مقابل إن البطايق تبقى في الفرن. طبعا العيش ده هما بيطلعوه ويبيعوه براني. بالإضافة إن كان
من يومين كده تقريبا البطايق كانت واقفة، ما نعرفش ليه، ما اعرفش ان كان ده على مستوى الجمهورية ولا عندنا احنا في محافظتنا بس، ان البطايق كانت واقفة ما صرفتش عاش، فضلت واقفة يوم. ومش بطاقتنا بس، ده كل الناس قالوا البطاقة اللي فيها فردين هتقف واللي فيها 3، واتضح ان البطايق كلها وقفت في اليوم ده. وللأمانة ما اعرفش برضه هو عندنا بس ولا ايه، فحبيت اقول لكم لو في حاجة زي كده حصلت عندكم فقولوا لي. فما اعرفش ايه السبب للأمانة، يعني انا ما اعرفش هي البطايق كانت واقفة ليه ولا ايه السبب، انا ما اعرفش. هم قالوا البطايق واقفة والسيستم واقف، ده كان عندنا احنا هنا. بس الفرن كان بيخبز والعيش الحمد لله طلع براني يا جماعة. بمناسبة ان العيش بيطلع براني، عايز اقول لكم ان في بعض الافران بتبيع، طبعا احنا كلنا عارفين ان في مصر في دعم على رغيف العيش، وان احنا بناخد رغيف العيش ب5 قروش. ماشي. في بعض الافران بتستغل الدعم اللي بينزل، طبعا عارفين ان الفرن بينزل له الدقيق مدعم والكهرباء فيه مدعمة. ففي بعض الافران بتستغل الدعم في انها ايه، بتبيع العيش بره، يعني بتبيع رغيف العيش بره. فهو الرغيف اللي المواطن بيبقى ب2 شلن او الفرن بيبيعه ب1 جنيه. انا معرفش بقى اللي بياخده ب1 جنيه ده بيبيعه بكام، او هو ممكن يكون بياخده لانه ما عندوش دعم، فمعرفش. بس في بعض الناس بتستغل الدعم اللي الحكومة منزلة للمواطن، وبتتلاعب بالقوانين. وحبيت أشارك معكم. طبعا احنا هنا كنا بنحط الأعراض اللي هي قماش القماش دي، وبنحط فوقها الكماك طبقات طبقات. بنحط شوية على صينية، يسيبهم يرفعوا شوية أو يخمروا شوية، يكملوا خمرهم تاني هنا على الصينية دي، وبنرجع نحط شوية على الصينية التانيين، على الصينية التانية. واحنا ما بنخبزوش على طول، بنسيبه شوية، يعني بنسيبه حوالي كمان ايه بنسيبه هو طبقات كده ومغطيينه حوالي كمان، يعني مثلا ممكن في الشتاء نسيبيه حتى لو هتسيبيه ساعة. لكن احنا عشان بقى عايزين ننزل وكده ممكن نسيبه ربع ساعة، 20 دقيقة، ونسيبه كده ونغطيه، وبعد كده نحطه في الفرن. اهم حاجة في الشتاء ان العجينة تكون خمرة، لو العجينة خمرة معاكي اضمني ان هو هيبقى كويس، اهم حاجة، لان الخمر في الشتاء بيكون بطيء جدا، خصوصا في شهر طوبة اللي احنا فيه ده. عايزة اقول لكم ان الجو برد جدا وفين وفين يعني. اهم حاجة ان انت تدفي العجين، يعني انا كنت شلت الطبق وحطيته على السرير وحطيت عليه البطانية واللحاف الفايبر متخيلين. طبعا هنا بعد ما بنحط طبقات كده احنا بنعمله على مكانتين، يعني مكنة بتفرد اول على رقم 1، والمكنة التانية بتفرد على رقم 3. وطبعا ده حسب التقطيع، طبعا زي ما انت شايفة التقطيع اللي هي الكرة الصغيرة كده احنا مقطعينها صغير، يعني حابة تكبري وهي بتفرد معايا، فحاولة تكبري براحتك. بس لو كبرتيه يبقى تخين معاك، ولو تخين هيفتول يعني، خصوصا ان هو بيقعد لتاني يوم او تالت يوم وكده هيفتول. انا بنحطه في اكياس وبنحطه في الفريزر وبنطلع على قد استخدامنا. طبعا هنا احنا كنا وصلنا خلاص بقى لمرحلة الفرن، اختصرت الفيديو. ايه رأيكم؟ لايك بقى وشيري فضلا وليس امرا، كومنت حلو زي حضرتك. دعوتوا ربنا ينصر اخواتنا في فلسطين ولا لسه؟ يا جماعة الناس دي ثابتة يعني ايه، بدعوة حلوة من قلب كل حر وحرة. الناس دي ثباتها طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى هو سبب الثبات اللي هم فيه. قلوبنا وجعتنا عليكم، ربنا ينصركم، بندعي لكم. مهما عملوا ومهما في حواجز مش عارفين نوصل لكم، بس قلوبنا معاكم. كفاية الدعوات اللي بتجيلكم وبتوصل لكم من كل مكان. أكيد لو ربنا استجاب لخمس الدعوات دي انتم منصورين إن شاء الله، ربنا ينصركم. وما النصر إلا من عند الله، إن شاء الله نصرا عزيزا مباركا كده. وإن كنت أنا شايفاكم إن أنتم منصورين بإيمانكم القوي، أنتم منتصرين بإيمانكم القوي على القريب والغريب حقيقي يعني. أشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.